نتكلم عن الخشب الأرو. خشب الأرو عندنا 3 مميزات أساسيين فيه. أول ميزة عندنا إن هو اللون الدهبي بتاعه بيدّي إحساس بالفخامة، وده اللي بيخلّي ناس كتير أوي بتفضّل الخشب الأرو عن أنواع كتير أوي من الأخشاب. تاني ميزة فيه الملمس الناعم بتاعه، والملمس الناعم ده بيدّيه إحساس بالفخامة والدفء، وبيساعد وبيسهّل عليك عملية الدهان، ما بيحتاجش معالجة كتير أوي في حتّة الtexture أو في حتّة الملمس، لكن طبعًا بيحتاج معالجات في حاجات تانية. تالت حاجة عندنا التناسق الطبيعي بتاعه، النُّشْ الطبيعية اللي فيه أو التجزيعة اللي فيه أو الثمرة بتاعة الخشب بتختلف أو بتتميز جدًا عن باقي أنواع الأخشاب أو معظم أنواع الأخشاب، وخصوصًا بيختلف عن الخشب المُسكي اللي إحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عنه، بناخد منه المتانة، أو عن الخشب الزان. الثمرة بتاع الخشب الزان بتختلف عن الثمرة بتاعة الخشب الأرضي. يبقى عندنا 3 حاجات تاني، عندنا الملمس الناعم واللون الدهبي، وعندنا التناسق بتاع الشكل أو بتاع الألياف اللي موجودة فيه. المميزات العملية بقى بتاعته لو جينا عندها هتلاقي إن أهم ميزة فيه إن هو بيدّيك متانة، والخشب الأرو كمان من الأخشاب اللي بتستخدم في عمل الأرضيات. إحنا ممكن نقول إن هو بيستخدم في عمل الأساس طبعًا، ولكن الأساس هتلاقي أغلب الأخشاب بتتعمل بيها أساس أو furniture، ولكن اللي بيمتاز بيه الأرو إن هو ممكن يستخدم كمان في الأرضيات عشان متانته العالية. المتانة العالية دي بتيجي من مقاومته لعملية الاحتكاك، وبالتالي مقاومته للبري. نيجي طبعًا عند امتياز الرطوبة، فهو بيمتاز بمقاومته العالية للرطوبة، وده اللي بيخلّيه أصلًا خيار أمثل جدًا لاستخدامه في الأرضيات، لإن طبعًا ده بيسهّل جدًا عملية التنضيف بالإضافة أو بجانب إن هو الtexture أو الملمس بتاعه ناعم، فبالتالي الmaterial بتاعته ما بتحتفظش بالأتربة، وبيبقى سهل جدًا التنضيف بتاعها. طيب دي المميزات العملية. تعالَ بقى نتكلم عن العيوب اللي موجودة فيه. خشب الأرو خشب نادر جدًا، وده طبعًا بيتسبب في إن سعره بيكون غالي. خشب الأرو صعب جدًا التشكيل، طبعًا نظرًا لمتانته العالية، ولكن صعوبة التشكيل بتاعته أو صعوبة التصنيع بتاعه ده بيخلّي تكلفته غالية أو تكلفته عالية. لمّا قُلنا إن خشب الأرو نادر، فكنا بنقول نادر في الأماكن اللي هو كمان بيكون متواجد فيها. ندرته دي بتأثّر بالسلب بنسبة عالية كمان في الأماكن اللي هي بيصعب كمان فيها عملية الاستيراد، فبيكون أغلى بكتير وبيكون أندر بكتير أوي، وممكن يوصل للموضوع إن أنت ما تلاقيهوش أصلًا، لإن هو أساسًا في المناطق اللي هو بيكون بيظهر فيها بيكون أساسًا نادر أو قليل. ولكن نقدر نقول الخشب الأرضي رغم شوية العيوب البسيطة اللي موجودة فيه، إلا إنه امتيازاته ومميزاته أكتر بكتير، وهو مصدر طبيعي متجدد، وبالتالي ده بيخلّي الإحساس بتاعه في الأماكن أو في المنازل أو في البيوت بيكون إحساس بيدّي راحة. وفي نفس الوقت في ميزة حلوة أوي في الخشب الأرو إن هو ليه خصائص علاجية، وممكن تبحثوا في الموضوع ده، هتلاقي إن هو بيساعد جدًا على الاسترخاء وعلى الإحساس بالدفء في الأماكن، فده بيدّي طاقة نفسية حلوة في الأماكن.